اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. في مثل كده بيقول اقرب طريق لقلب الراجل معدته. لا، المثل ده على فكره اتغير بقى، اقرب طريق لقلب الراجل جيبه، انك انت توفري لجيبه فهيحبك قوي، والله هيشيلك على راسه. والله العظيم. فانت حاولي بقى بقدر الامكان ان انت تمشي الدنيا بقى، عشان الظروف بقت يعني الحمد لله صعبة على الناس كلها. مفيش حد ما بيشتكيش، كله بيشتكي من المصاريف وكل حاجة. فاحنا النهاردة هنعمل كده صينية بطاطس ما فيهاش اي تكاليف ان شاء الله، يعني اللي هي يعني تضلعك قوي، لا كلها ان شاء الله هتكون يعني موجودة في البيت، متوفرة عندك كل حاجة تمام. شوية رز بشعرية، حاجة بسيطة 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 يعني، ولا هنكلف ولا هنجيب ولا هنحط. اصل في ناس بشوفهم بامانه بيجيبوا مثلا الطبخه وجنبها حاجات كتير. طب ما الحاجات الكتير دي بفلوس برضو، ما احنا ممكن نعمل طبخه على قدنا خلاص، وهناكل وهنبقى الحمد لله حامدين وشاكرين ربنا. مش لازم يعني علشان نعمل طبخه موفره نحط جنبها حاجات كتير كده يعني يعني تخرب الدنيا بجد والله العظيم. فتعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول، وهقولك ان شاء الله بأمر الله هنوفر ازاي، يعني مش هندبر عشان نحوش، لا احنا هنوفر علشان اليوم يعدي. في فرق بين ان انا اوفر عشان اليوم يعدي، وفي فرق ان انا هوفر عشان احوش. ماشي، مبدئيا الناس اللي عارفاني او الناس القريبه مني والله عارفين ان انا اصلا ما باخدش مصروف بيت يعني الحمد لله. انا اصلا ما بحبش النزول والطلوع وربنا يعني يهديه زوجي، هو اللي بيجيب لي كل حاجه، بيجيب لي الخضار ويجيب لي كل حاجه بيجيبها. قلت لا، انا مصروف البيت ده انا مش همسكه في ايدي خلاص، بعد ما كنت بعمل مشاكل كتير على مصروف البيت. اخيرا اخيرا الحمد لله، والله ربنا كان بينجيني، والله ربنا كان بينجيني علشان اليوم ده. اليوم الصعب ده، الايام الصعبه اللي احنا فيها ربنا يعديها على خير. تمام. فاي ست عايزة تمسك مصروف هي مسكت ولعة خلاص، فما تمسكيش مصروف، خليه هو يجيب كل حاجة، يشتري كل حاجة، يشتري البطاطس والفلفل والقطة، خليه يجيب كل حاجة ويعرف الأسعار والفراخ واللحمة وينزل يشتري بنفسه. خليه ينزل يتعرف على الناس يا ماما، ما تسيبهوش كده ما يتعرفش على الناس، لا خليه ينزل يتعرف على الناس. طبعا كل اللي انا بقوله ده اكيد هيفيدك، انا عارفة والله العظيم، مش رغي، انا مش برغي في الفاضي، واقسم بالله كل اللي انا بقوله لك ده هتستفادي منه خلاص. غير صينيه البطاطس، صينيه البطاطس دي مقدور عليها، يعني مفيش ست في مصر ما بتعرفش تعمل صينيه بطاطس، سهله جدا. ماشي، بصل وطماطم وفلفل وبطاطس، هتطلع احلى صينيه بطاطس في الدنيا بحالها. تمام. طبعا هنا بعد احمد ابني طبعا كل دماغي وقعد يرغي معايا، فقلت لا خلاص انا خلصت صينيه البطاطس دي، وزي ما شفتوني كده انا عملتها زي اي ست في الدنيا ما بتعمل صينيه بطاطس. انا طالعه بصراحه ارغي معاكم واتكلم معاكم، مش طالعه علشان اقدم لكم وصفه، انتوا كلكم ستات شاطره وستات بيوت، طبخوكوا زي الفل، هايل هايل هايل. تمام. هنا طبعا انا قلبتها كده شويه علشان بس ايه، تاخد يعني تشويحه، انا مش عايزاها تتكرمل ولا عايزاها تتشوح. تمام. يعني لو انت لسه بتتعلمي صينية البطاطس ما هتستفادي من اللي انا هقوله دلوقتي. صينية البطاطس عشان تطلع معاكي حلوة يا ست الكل، بصلك قطعيه، حطي بهاراتك وتوابلك ومرقة دجاجك وفروميها كده حلو مع البصل والفلفل الرومي، لو عايزة تحطي فلفل سبايسي براحتك، حطي اللي انت عايزاه. خلاص افرمي بقى البصل كده مع التوابل والبهارات اللي انت حطيتيها. بعد كده يا ست الكل ارفعيها على النار تشويحة زي ما انت شفتي كده، ما تكرمليهاش، خليها تقرمش كده، هتبقى طعمها حلو، ني في ني كده هتبقى جميلة. هنا طبعا الحلة دي حلة الانقاذ السريع بتاعتي، خلاص انا بسبك الحلة دي وبحطها في التلاجة، وباخد منها كل ما اجي مثلا كل طبخه اخد منها معلقتين 3 كده. هنا طبعا هتقولي بقى البطاطس قرعه ما فيهاش طماطم، لا هتشوفي يا ست الكل البطاطس هتبقى عامله ازاي. حطينا معلقتين صلصه، قلبنا، حطينا الميه بتاعتنا من غير شوربه لو مش عندك شوربه. بصوا كميه توفير في الفيديو ده رهيبه رهيبه رهيبه. حطينا طبعا معلقه صلصه تاني علشان تبقى حمرا وجميله، وهنسيبها بقى
تستوي مع نفسها كده. وتعالوا بقى نعمل الرز بشعرية الجميل بتاعنا. الحمد لله الحمد لله، انا بحب اعمل الرز بشعرية يعني بالطريقة دي. في ناس بقى يعني ايه، هقول لكم دلوقتي، في ناس ليها يعني عادات كتير في الرز ابو شعرية، لكن انا الحمد لله يعني يعني بحس نفسي بعمل رز بشعرية مفلفل حلو جميل تحفة. عارفة ان في ناس هتعلق على الصينية اللي انا بعمل فيها الرز. بصوا يا جماعة، الصينية دي انا بحبها بصراحة، ما بتلزقش، يعني ما بتلزقش فيها الاكل، ما بيلزقش فيها الرز. وبصراحة هي هدية غالية عليا قوي قوي قوي. الهدية دي جاية لي من اختي، الصينية دي جات لي من اختي في عيد الام. وانا يعني بصراحة بعتز بيها قوي، بحبها قوي الصينية دي لان هي من اختي. ربنا يشفيها ويعفى عنها يا رب، ويخلي لها اولادها ويبارك في عمرها. فانا كل ما بطبخ في الصينيه دي بدعي لها. تمام. هنا طبعا شوحنا بقى الرز قصدي الشعريه الاول، خليناها اللون الجولد الذهبي القمر ده. وايدك بقى في الشعريه عشان يطلع معاكي رز حلو، ايدك في الشعريه كده. واول ما تاخد اللون الحلو انزلي عليها بالرز، الرز بتاعك يبقى مغسول ومتصفي كويس من الميه. وهتشوحي بقى كتير كده في الرز. تمام. وبعد كده تنزلي بالميه، عايزه تنزلي بميه مغليه براحتك، عايزه تنزلي بميه عاديه من الفلتر زي ما انا عملت كده اللي يريحك. انا بحب الرز بتاعي يستوي على نار هاديه كده حلو، يعني ما احطش ميه بتغلي وهو طبعا على النار، بحيث ان هو هيعجن. هو هيستوي بسرعه، بس انا بحبه يستوي كده. كل واحد وليه طريقه، كل ست بيت وليها طريقه. هنا طبعا حطيت مقدار الميه اللي انا عايزاه، يعني مقدار عقله من صباعك، يعني ضغطي الرز بتاعك. هغطي عليه واسيبه بقى يستوي. بصوا بقى، بعد ما البطاطس بتاعتنا كانت دايبه دوب كده، دخلتها الفرن، خدت اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. تحفه، طعمها تحفه تحفه. هسيب لكم البهارات وكل حاجه. انا عملت البطاطس في صندوق الوصف، هكتب لكم يعني البهارات اللي انا حطيتها. هي سهله ما فيهاش اي حاجه. البهارات يعني لو متوفره عندك حطي، مش متوفر عندك يا ستي ملح وفلفل اسمر وشويه كزبره وشويه كمون. اظن البيت ما بيخلاش منهم. لو مش عندك بهارات مثلا فراخ، مش عندك بهارات حبهان مطحون، ورق لوري مطحون. بصي هو ده اللي انا حطيته، انا مش حطيت اكتر من كده، ملح وفلفل ومرقه ماشي، وبهارات فراخ لو متوفره. وحطيت حبهان على ورق لوري مطحون، بيديها ريحه كده جميله بصراحه، بيديها ريحه تحفه. تمام. والبصله افرميها كويس جدا كده مع كل البهارات دي وشوفي النتيجه. طبعا حطينا الزبده والزيت، خلاص الزبده والزيت في الصينيه بتاعتنا، والبصل بيتشوح. ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه.